وهذه السمكة بدت في مرحلة التحلل. نلاحظ إلى العين تغير لون السمكة. نلاحظ الفرق ما بين السمكتين الآن. هذه سمكة فاسدة وهذه سمكة طازة. لاحظ تطاير القشور، تغير لون السمكة. هذه السمكة وصلت لمرحلة التسمم، تسمم الآدمي، يعني ممكن أي إنسان يأكلها ممكن يتعرض للوفاة. والخياشيم إنها ليست دليل. هنا الخياشيم حمراء والسمكة هذه غير صالحة للاستهلاك. أنت كم موجود؟ هذا كم يوم موجود أنت؟ هذا أسبوع زيادة. هذا كلام غير صحيح. طبعا هذه السمكة لها أكثر من أسبوع. بالنسبة للفيليه، كل سمكة قاربت على مرحلة التحلل أو الفساد يقوم البائع بتحويلها إلى فيليه لعملية البيع السريع في السمكة هذه. طبعا الآن نحن ما نعرف وش نوع السمك هذا، لكن يدل السمكة هذه أنها بدت في مرحلة الاصفرار. هذه كل ما كانت صفراء دلت على أنها بدت في مرحلة التحلل ومرحلة الفساد. الأطراف كل ما كانت سوداء هنا في المرحلة هذه، هذا يدل على أنه روبيان مذاب من الثلج تعرض لعملية التجميد. هذا خربان ولا كويس؟ كويس. هذا كويس؟ طيب كويس. هذه سمكة طبعا ريحتها نتنة، وإذا انفصلت عن الظهر هذا يدل على أنها هذه غير صالحة للاستهلاك الآدمي. هذا من وين روبيان؟ هذا جدة. هذا جدة. طبعا هذا روبيان أول كذبة علينا العامل، هذا مستورد من الخارج، وهذا غير متواجد في بيئتنا البحرية اللي هو الروبيان الجامبو. هذا مستورد من الهند ويباع في أسواق القطيف. هذه من وين هذا؟ هذا حق جيزان. هذا حق جيزان. طبعا الآن لو هذه من الباكستان أنا كخبير لا أستطيع أن أميزها، لأنه قطع الرأس وقطع الذيل فأخفى جميع الملامح بالنسبة للكنعت. طبعا المطعم هذا عنده عدة فروع. يعني الآن أنسجة الأسماك هذه لا يوجد فيها حمرة وتفكك اللحم، ما يكون اللحم صلد. هذا يدل على أنه هذا سمك الباسة الفتنامي. هذا سمك الباسة الفتنامي من الأسماك الملوثة بيئيا، ويوجد في بيئة ملوثة في نهر الميكونغ في فيتنام. السمكة هذه وصلت لمرحلة التسمم لدرجة أنك ما تبين ملامح العين. يعني هذه ما يجوز شرعا بيعها، شرعا ما يجوز. يعني أي إنسان، هذا الزيت للسمك المقلي، هذا سمك الزيت جدا ملوث. هذه تتبيلة الآن يستخدمها اليوم ويستخدمها بكرة. وجود الصدع في الشبك هذا ممكن يعرض إلى تسمم الأسماك. منطقة وسطى ما فيها لا بحر ولا فيها. قسما بالله بالسمك، قسما بالله بالسمك. اسمعني يا ابو مصعب. تسمع ولا لا؟ تسمع والله لو تطلع صوتي اعرفك انا. هذا هنا الداهية. هذا تدري وش ياكل؟ هذا هم يبيعونه هنا كذا. تدري وش ياكل هذا؟ وش ياكل؟ هذا ياكل فضلات البشر وياكل الحشرات وياكل القراد. هذا سمك اسمه سمك الباص الفتنامي. شوفوا هذا سمك الباص الفتنامي، ما هو فيليه هامور. انت حاطه فيليه هامور. الروبيان اخس روبيان شفناه. الان الروبيان هذا لا حول ولا قوه الا بالله. هذا خلاص يعني هذا وصل لمرحله التعفن الشديد. وهذا روبيان باكستاني مفكوك من الثلج.